يعني هالفترة فترة أعياد وهيك إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالصحة والعافية يا رب. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك وعلى أحبابك كارمن. وبدي أحكي عن فكرة إنه الأناقة بالحياة لا تتجزأ. بحس إنه الأنيق بالبروتوكول وبالحديث أنيق بتيابه كمان. فاسم الله عليكي. هيدا غزل. عليك انت كمان، اسم الله عليك انت كمان. كارمن شكرا جزيلا. كارمن اليوم عنوانك كمان له علاقه بماذا يحصل او شو عم بيصير هلا وشو بده يصير. بدنا نحكي عن ليله راس السنه. جاي بعد كم يوم سهره راس السنه، ناس بتسهر ببيوتها، ناس بتسهر بمطاعم، ناس مع شركاتها، يعني الى اخره. تتعدد الاشكال تبعية السهره. في سلوكيات معينه واداب معينه حضرتك حددتي لنا اياها كرمال الحفله. شو هي؟ يعني بالإجمال خلينا نقول إنه خلينا نحتفل بالرغم من كل الظروف اللي عم تحوط فينا. خلينا نحتفل، مش غلط. إذا ما كنا ظاهرين على مطاعم أو عند الأصحاب، مش غلط أبدا إنه نحتفل ببيوتنا مع أولادنا. نظبط حالنا، نعمل عشاء غير شكل، نجيب كوتيون للأولاد. يعني خلي هيدي مناسبة للفرح عن جد. خلينا نفرح. يو نيفر نو شو رح يصير بعدين. اكيد نستغل وقتنا. بنستغل بوقتنا على الاخر. بالعكس لازم. على فكره وسهره راس السنه بين هلالين ما بتنتسى بالنسبه للاولاد. مش انا بتذكر كمان انه نحن وصغار كان بيي يعمل سهره راس السنه بالبيت، بس يعزم كل الاصحاب والموسيقيين والشعراء، ونحن الاولاد هيك انه مثل الحلم. شو هيدا؟ عرفت اللي بدق عود، اللي بيغني، اللي بيقول شعر، اللي بيقوم بيرقص، ام كلثوم وهيك، يعني مثل السحر. فمثل ما عم تقولي عن جد اذا واحد ما ظهر لبرا افضل هيك يقضيها مع الاولاد، يعمل لهم شكل من السهره. شكل اكيد يسهروا، يجيب لهم كوتيون، يغنوا، يرقصوا. كلها هيدي ذكريات حلوه مثل ما عم بتقولي لبعدين على كبر. لازم نخبر الجيران انه نحن عاملين سهره ببيتنا، عنا عجقنا موسيقى، ولا لا ما ضروري ما خصهم؟ اكيد لازم نحن نحط بالصوره الجيران انه نحن في عنا سهره، خاصه اذا عازمين ناس كثير وبدل الميوزيك تكون ملعلعه. لازم يكون عندهم خبر. هلا في كثير ناس ما بتحكي مع الجيران، نوبش ما بيمنع انه نحن نحط ورقه على الاسانسور انه نحن في عنا حفله، واكيد بدها تمتد لبلكن 1 2 3 الصبح حسب. فاذا ناويين تناموا اذا ناويين تناموا وقت تظهروا من البيت. فعلى كل الحالات نحن كمان لما يكون عندنا جيران لازم ننتبه لفكره الموسيقى. مزبوط. الطلعات والنزلات. مزبوط. هن في بعض البلديات بتحدد اوقات، بس على راس السنه اجمالا بتبقى شوي اوبن، في مجال لانه نهيص وموزيك ونحن حتى اذا كانت السهره مش ببيتنا مش لازم ابدا انه نحن نتحسس نتضايق انه جيراننا الموزيك عاليه. في كتير ناس ما بتحمل، لا ما عليه، بدنا نتحمل بعضنا بليله راس السنه اذا كانوا جيراننا مولعينا على الاخر. نعم. هيدي بالنسبه لللبس خلينا نبلش. اللبس فيهم يلبسوا اللي بدهم اياه، خاصه الصبايا الحلوين، المقور، المزلط، الجليتر، اللميع، الشك. شو ما بدهم ليلبسوا. عم بحمسهم لانه هيدي هي المناسبه اللي هن فيهم يروحوا مثل ما بدهم ويلبسوا اللي بدهم اياه على ذوقهم هن. نعم. طبعا بالنسبه للمشروب بدنا ننتبه، وكل هلا اكيد الدرك بينبهوا هيك. بدنا دونت درينك اند درايف ابدا ابدا. ما عليه نحن كاهل نخلي اولادنا يناموا مطرح ما هن سهرانين، هيك امن واضبط، لانه يرجعوا بالليل اريح بال. لانه اذا هن كانوا عم يسوقوا منيح يمكن ربما الاخر سهران وياما بصير في حوادث على فكره. الله لا يقدر ان شاء الله، الله يقطع الليله على خير وسلامه. مش غلط نحن كاهل نوصي اولادنا، ومش غلط انه نحن نوصيهم انه كمان اللي بده يشرب باعتدال. يعني لازم كل شخص يعرف الليمت تبعه. انا كيسين بلكن غيري، مش كل شخص مثل الثاني. كل واحد بيعرف اي متى لازم يوقف، ولازم يوقف بالمطرح اللي لازم يوقف فيه. لانه او انه يعتبر ربما، ما بعرف اذا بتوافقيني كارمن، انه ليله راس السنه كمان مثل اي ليله ثانيه، انه كمان ما الواحد يروح كليا بالموضوع. وفينا ما نشرب وشو عم تستقبل مع الوقت ماشي يعني. فينا ما نشرب. مين قال انه نحن اذا بدنا ننبسط لازم نشرب؟ اكيد فينا ما نشرب. كل واحد عنده حريه يعمل اللي بده اياه. نشرب مي ونتسلى وننبسط. مش هيدي هي مش السهره. عم تخبرينا انه لازم نسوق ونكون واعيين بكامل وعينا. يعني اذا اضطرينا نرجع، إذا اضطرينا نرجع قد ما فينا وما نستفز. يعني دايما بسهرات راس السنة بيبقى الواحد ناطر الثاني على غلطة. أنا مش
يكون هالقد يعني استفز بسرعه، لان يجوز الشخص الثاني اللي عم بي ما بعرف يعمل مشكل معي هو منه واعي سكران. وبدنا ننتبه لقصه المشروب، كل حدا بيشرب، ما بدنا ننزع سهرة الآخرين. يعني بده يعرف حاله الواحد، إذا أنا شربت يجوز، إذا أنا مزعج بدك المزعج يعرف حاله مزعج. ما هيك يعني في ناس معك لا يحتملوا بعدين بعد نص ليل. ما بدنا نزعج الآخرين أبدا أبدا صح. أبدا. طيب اللي عنده أولاد مسموح ياخذون على سهرة؟ ايه حسب لوركا. هلا اذا كان الاصحاب بين بعض عاملين بين بعض وسامحين انه الاولاد يكونوا موجودين، مش غلط ابدا. اصلا لازم نسال نحن وين رايحين نسهر. طبعا على المطاعم اكيد لا لا لا، وكثير بنشوف اوقات اهل بتاخذ اولادها بالبوسات على المطعم. ابدا هيدي الشغله منا مستحبه. في شرب، في دخان، في ضجه، هيدي ابدا منه مناسب للاطفال. بس بيكون ما عندهم ربما حدا يحطوه، حتى ولو انا برايي ما يسهروا، حتى ما يسهروا. يعني فينا نأجل لسنة الجاي اللي بعدها، مش مشكل. هلا ببيوت الاصحاب والاصدقاء لازم نعلمهم انه انا ما عندي حدا لينطر اولادي لحتى اخذهم، ما فاجئ اصحابي واصدقائي بضيوف اضافيه اللي هن الاولاد. ابدا، لانه هالشيء بيزعج طبعا. طيب بلشنا السهره، ايه اوكي، طلعت الموسيقى ربما معنا اشخاص غرباء او اشخاص قرباء، اوقات تروح على مطرح يكون في زياده عدد يعني ما بتعرفيه، فشو بتفهمينا؟ كثير مهم انه نحن نتعرف على بعضنا البعض. ضمن الجروب اكيد انا اتعرف على الاخرين، انا اعرف حالي على الاخرين وغيري يعرف على كمان انه اللي داعي مثلا في اوقات الناس بتنسى ايه انه انا واقفه حدا، انه عارفين اصحابي بتصير هيدي لازم تصير. ايه بتصير لوركا انه الواحد على عجقته بينسى يعرف الناس على بعض البعض. عم تستقبل ست البيت او اصحاب البيت عم يستقبلوا، بينسوا يعرفوا. هالشيء ما بيمنع اني انا اقوم من تلقاء نفسي وعرف حالي على الاخرين، وهيك بالعكس بلش معهم الحدثين. بدنا نحكي عن راس السنه، الاحتفالات اللي بتصير هيدي كلها بتعرفي، الزمير، الكوتيون، الدق الموسيقى على العالي، العد العكسي، كلها هيدي ناس طقوس. في ناس اوقات بتصرخ، كله هيدا مسموح. في ناس بتحب بهيدي الطريقه تودع سنه قديمه وتستقبل سنه جديده، يعني بتعتبر انه هيدا بيجلب الحظ. نحن عم نبعد الارواح الشريره بالصريخ، بالعيط، بالرقص، يعني على العالي. هيدي شغله مباحه، يعني نخلي الناس تعتقد ما تعتقد، يعني وتمارس اعتقاداتها طالما ما عم تزعج غيرها. مزبوط. وكنت سالتيني كمان تحت الهواء عن دق الكؤوس ببعض البعض. كمان قصه تشيرز، هيدي شغله تاريخيا كانت بالعصور القديمه، كانوا الملوك مع بعضهم يحملوا كاسات حديد ويدقوا الكاسات ببعضهم لنبيد يجي من كاس لكاس، علامه انه ما حدا سمم للتاني. لهيك بعدنا لليوم نحن بندق الكاسات ببعض، علامه انه نحن عم نرحب بالشخص الاخر، او واثقين بالاخر. هلا بالاتيكيت بس حلو فكره التاريخ، فوتينا على اصل هذا السلوك. مزبوط. هلا نحن بالعاده يفضل انه نشرب الكاس من غير ما ندق الكؤوس ببعضها، ما حلوه هيدي الحركه، بنخاف ما ينكسر الكاس او شيء، هيدا بالاتيكيت. بس هالشيء ما بيمنع اذا حدا اجى قالنا بدي يعني قرب ليدق الكيس بالكيس، انه نحن بالعكس لازم نقرب كيسنا، مش لازم نقول له لا بالاتيكيت ممنوع. هذا الشيء كتير غلط. يعني دق الكؤوس، كتار ناس بتسالني مع او ضد. اكيد مع دق الكؤوس، اذا حدا قرب وكيسه اكيد بنشرب الكيس ومندق. هيك حركه ودوده هي، يعني محبه. لما بيعمل شخص هيك انه انا شايفك، مزبوط. انا ايش هيك، انا مزبوط. حاسس بحنان يعني كأنه. وحتى بالبيوت بتصير هيك بسهرات العائلية يعني كمان. مزبوط. وشو بعد؟ كنا عم نحكي عن الحفلات بالشركات، بتكتر بهالأيام الحفلات بالشركات كتير منيح. لازم على الموظفين يحضروا. ما حلو أبدا أنا حفلة الشركة اتغيب عنها، هيدا شيء يفسر غلط. بالعكس بحضر، بس أجين هون على عكس سهرات راس السنة لازم اللباس يكون شوي محتشم.
ما فينا كتير نقصر كصبايا ونلبس يعني مكشوف او شيء، لانه تعتبر حفله الشغل شغل. يعني ما فينا نتمادى او نمزح كتير او نرقص كتير او نشرب كتير، لانه على طول نحن بنقول بحفله الشركات كانه شغل، العين علينا، المجهر علينا كيف عم نتصرف. للاسف في كتير موظفين تنسى حالها، بتصير عم تمزح رايت لفت اند سنتر، بتصير عم ترقص بشكل يا لطيف، بتولعها على الاخر، ما بتعرف انه في اتش ار بلكن عم بيطلع، في مدير عم بيطلع. بس ما بتظني كارمن انه بهيك سهره بتسقط هيدي الالقاب؟ يعني بطل في حدا مسؤول عن حدا وحدا مدير حدا، انه اسمح لي نحن مش بالشغل، نحن في سهره، يعني خلينا نشوف الوجه الاخر تبع زملائنا وتبع رؤسائنا، مش احسن؟ الى حد ما. يعني لازم نكون شوي حذرين كموظفين، لانه يو نيفر نو، يعني بلكن المدير ناطر، بلكن الاتش ار ناطر، لهيك لازم شوي نكون شوي جديه، ما كتير ننسى حدا. الشرب بس للمسايره، مش للسكر. ايه لنسير مش اكثر ولا اقل. حتى الاكل لنسير كمان، يعني على طول يعني بنروح شبعانين مش جوعانين. ايه بنروح شبعانين، هيدي شغل. انت مع هيدي النظريه اذا معزومه على عشاء حتى لو مش شركه، انه معزومه على بيت احيانا لما تروح لازم واحد على الاقل ما يروح جوعان؟ لا هون لا مسموح يروح جوعان، بس عاده على نتورك الشغل او حفلات الشغل هون نحن مش رايحين لناكل. لا، اذا انا عزمتك على العشاء يا اهلا وسهلا، بالعكس بدي اياكي جوعانه لتاكلي، بالعكس. بس حفلات الشركات والنتوركينج تبع الشركه اوقات بيصير في كوكتيل لا تو لانش اني برودكت او شيء. بهيدي الحفلات هون نحن رايحين لنشتغل، مش رايحين لا لنشرب ولا لناكل. هون لازم نكون ريلي شبعانين، والكيس حاملينه بس هيك شكل منظر انه نحن عم هيك تو سوشيالايز، عم نسير، مش لانه نحن ريلي يعني يا لطيف راكدين على الشرب. دائما هيدي بنقولها نحن بحفلات الشركات لوركا، لازم ننتبه على تصرفاتنا، لحتى بلكن في مدراء كتير بتراقب الموظفين وبتلفت لنظرها انه والله هيدا الموظف انا ما كنت شايفته عندي بالشركه. الهيئه بتكون ناطره ترقيه ثاني يوم، يعني او شوفها حلوه اكثر بالسهره. ايه لا مش لا مش هيك، بس انه او بكون ملاحظه لما بكون شركه كبيره وفي فيها كثير مزبوط ناس. او بالعكس صحيح، يعني اذا كان شي مدير او شي موظف تصرف بشكل يعني يجوز يتفاجأ باستقالته من الوظيفه ثاني يوم. بقى لهيك لازم نكون حذرين، بنمزح بحذر، بهيك على الرسم شوي، يعني اريح شيء الواحد يسهر بالبيت مع عائلته لانه بيكون طبيعي. بس انه هيك باتزان لوركا ايه بالحفلات العاديه مع الاصحاب فيك تعمل اللي بدك اياه. انت مع اصحابك بتكوني كتير على راحتك، بتمزحي، بتضحكي، بتسهري. حلو المشاركه، حلو الكل يعمل هيدا حتى المشاركه بالاكل وبالمشروب مثلا. فيني اقول لك جيبي معك مشروبك شو بتحبي. ايه هلا أنا حسب الاتفاق، هلا أو حسب العلاقه بيناتنا. مزبوط. بتسمح لي اقول لك هيك ولا لا عيب؟ مزبوط. اذا كنا نحن كتير مقربين لبعض، وهلا كتير على راس السنه بيتشاركوا، يعني بحطوا بلكن بيجي معين ما في اكل وشرب كتير، صفر مثل الميلاد، لا بتبقى ابيتايزرز، بتبقى بوشيات وهيك. في كتير ناس بتتشارك، بنقول نحن رح نكون 10 اشخاص بهيدا البيت، خلينا نجمع هالمصاري بيطلع هالقد على الشخص، وبيروحوا بيشتروا الاغراض. مش غلط ابدا، مش غلط خاصه أبداً. بهيدي الاحوال بالعكس المشاركه كتير حلوة، وكتير حلو انه الواحد يدفع ويشارك ببلا بمصاري بالبدو اياه. نعم، وحلو كمان نقول للناس يتذكروا دايما اذا لقوا حدا حلو او شافوا مشهد جميل يقولوا عنه. يعني اذا شافت مثلا صديقتها لابسه فستان حلو تقول لها شو الفستان الحلو. دايما صح، دايما بكل المناسبات كثير حلو اليوم. انه نحن كثير معودين بس نشير على انه ما زبطه اليوم او نصحانه أو بكل الايام، هذا الكومبليمانات خلص ولا يهمك شي. نهار رح نعمل حلقه خصوصي عن الكومبليمانات، لانه في ناس بتحس كانه عم تدفع مصاري هي وعم تحكي، ومبين بعيونها انه هي معجبه. مزبوط. طب يا اخي عبري،
يا اختي مزبوط. عبري. فشو بتقولي لهم هو الناس؟ لا رح نعمل حلقه خصوصي عن هيدا الموضوع. بالعكس الكلمه الحلوه إلها الاثر الطيب، وما عندك فكره قد ايه بتاثر بينها. يجوز انا هيك واعيه الشجره الطيبه. ايه يجوز انا واعيه مني كتير مبسوطه كده، بفوت على الدي ام بلاقي هيك كلمه حلوه من احد الاصدقاء عن جد بتغير لي نهاري كله سوا. صح. في شغله كمان بدنا نحكيها بخصوص راس السنه. تفضل. إذا كانت سالتني عنها القصه انه نحن اذا فينا نحضر سهرتين بذات النهار. اكيد هيدي دايما بتصير على فكره. شو برايك؟ يعني انا بلش سهرتي بمكان لوركا. لا مش ببيوت، اذا بدك بمطاعم مثلا. بمطاعم ما بفتكر حدا يعني رح يتنقل لان بيبقى دافع مظبوط. طيب بيبقى دافع مظبوط بالبيوت. كثير اوقات بتصير انه انا ببلش سهرتي عند لوركا بدي ارجع انهيها عند كارولين. لا بهيدي الحاله نحن بنقول ما بنعملها هيدي الشغله. اتس رود. ليه؟ لان انا عم بلزق سهره لوركا. لوركا عامله حفله ببيتها، اكيد بدي انطر لبعد نص راس السنه، اكيد بدي انطر لبعد الساعه 12 مش قبل الساعه 12، لاني انا اذا فليت بكير بكون عم بنزعلك سهرتي. وتصوري انك انت عزمه 10 اشخاص 3 منهم بدهم يتركوا بكير ليكفوا سهرتهم بغير مطرح. هذا الشيء منه ابدا محبب وغير لائق، وفي قله احترام للمضيف. نعم يعني رح يفضل الصالون ساعتها وتنتزع السهره. اكيد. بس برايك حتى لو ما في سهره ثانيه في الواحد يقدر قبل 12؟ ايه هلا اذا كنت انا سهرانه مع اهلي الأساس. ايه 12 هي الاساس على راس السنه. ما بدنا نعيد بعض، ما بدنا نبوس بعض، ما بدنا نعد الكاونت داون. كثير مهمه. هلا في حال انا سهرانه عند اهلي، ممكن بتعرفي اهلي كبار بالعمر، انا اروح بلش سهرتي عندهم للساعه 10 11. ساعتها هون ممكن انتقل لغير مطرح كفي سهرتي بس عند الاهل. بس غير هيك عند الاهل بدهم يفوتوا يناموا بكير. غير هيك ابدا منا محببه هالحركه ابدا. ننتقل خلص الوقت كان كثير حلو. بعد في شيء بدك تقوليه زيدي. للمعايده بليز بليز بليز. المعايده بالاول للاشخاص اللي معنا، بعدين بنقعد على التليفونات. والمعايده منا برودكاست بليز على الواتسابات. يعني لوركا ما عندك فكره اكثر من 100 برودكاست وصلني على نوال. طيب انه ما حلو ابدا، ما حلو بنبعت لكل الناس وما له معنى، ما في شيء ما له معنى. لهيك اكتبوا جمله خاصه بالشخص. لهيك ذكر الاسم من كان بفويس او بتليفون او بريتن مسج، بس هاي كارمن ينعاد عليكي، مش ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. مين انتم؟ مين نحن؟ مين انتم؟ مين نحن؟ هالصوره صح. هيدي ملاحظه كثير حلوه. اصلا بينتل التليفون بصور ما لها معنى، ورود وكيكات وقصص وحكايات. بالفعل. فالواحد يبذل جهد وما يعيد حدا ما بيعني له انه العيد تعييد منه واجب. مظبوط. انه اذا في شيء لازم اقوله بقوله. كلمه صغيره. شكرا كارمن، بدي اتمنى لك كل خير وبدي اتمنى لك سنه جديده حلوه عليكي. ينعاد عليكم وعلى كل المشاهدين بالصحه والعافيه وهداوه الحال يا رب. يا رب. يا رب.